يوم القيامة تأتي الزهراء فينادي المنادي: يا أهل المحشر غضوا أبصاركم. غضوا، دنقوا يا أخي، لا حد يباوع، حتى بخيالك لا تباوع، مو بس بعينك. غضوا أبصاركم فإن فاطمة بنت محمد تريد أن تجوز إلى الجنة، تروح للجنة. فالناس تدنق تغض أبصارها. الزهراء تجتاز الصفوف، يقولوا لها: اذهبي يا بنت رسول الله إلى الجنة. ما تروح، تبقى واقفة. فيقول لها الله: يا فاطمة لم لا تذهبي؟ تقول له: ربي عندي طلب. يقول لها: قولي يا فاطمة، قولي. تقول له: أريد أشفع الشيعة، ما أريد أطب وحدي للجنة. فيقول لها الله: ارجعي إلى المحشر واشفعي لشيعتك. فتأتي إلى عرصات القيامة فتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. يروحون كلهم بحماية الزهراء وين؟ للجنة. قبل لا يوصلون للباب يلتفتون إلى الوراء، دول الشيعة يلتفتون لي وراء. فيقال لهم: لما التفتم؟ ليش تلتفتون؟ فيقولون له: يا ربنا أنت تفضلت علينا ودخلتنا الجنة، عندنا طلب. قالت: شيعة فاطمة ما أردكم. قالوا له: نريد نرجع إلى عرصات القيامة نشفع اللي كانوا يحبونه. فيرجعون إلى عرصات القيامة بعد أن يأذن الله لهم، فيشفعوا لمحبيهم. بذلك الزهراء راح تشفع لشيعتها ولمحبيه شيعتها. يلا بعد صار العدد كثير، خلي نروح. الزهراء تقول لهم: بعد عندي طلب. قولي يا بنت محمد، بعد عندك شنو؟ فتخرج قميصا ملطخا بالدماء. أويلي تقول له: يا رب ما ذنب صاحب القميص؟ شنو ذنبه تسحق عليه الخيل؟